السلام عليكم. أنا أعرف أنه أنتم مشتاقين وأنا كذلك جدا مشتاق لكم، لكن مثل ما جاي تشوفون أنه هذا أول فيديو بالقناة بدون نظارات، والسبب أنه أنا سويت عملية تصحيح نظر، لذلك غبت هاي 12 يوم تقريبا أو أكثر عن ساحة اليوتيوب. فقط نزلت بعض الفيديوهات القصيرة اللي أنا مصورها سابقا ومنزلهن بالانستغرام، نزلتهن على اليوتيوب. فالحمد لله بعد تفكير أكثر من سنة وبعد بحث عن دكتور زين وعن كذا، قدرت أن أجري هاي العملية اللي صراحة كنت أنتظرها سنين بعد معاناة 7 سنوات من النظارات. راح أحاول أنه هذا الفيديو شوية يكون طويل، لكن أحاول أختصر به، كذلك أنه ما راح أريد أقطعه هواي وأتعب بالمونتاج، فاتحملوني اليوم لأن ما أقدر أركز بالحاسبة هواي. فحبيت أن أنقل تجربتي لعملية الليزك السطحي البي ار كي اللي أجريتها لعيوني، والحمد لله قدرت أن أتخلص من النظارات الطبية اللي صراحة كانت مزعجة جدا بهواي أمور، بالعمل، خارج العمل، بالشارع، مرات تنكسر وأطلع وأتعرض لهواي إحراجات من واحد يسلم عليه وما أشوفه، وواحد مرات أمر بصف واحد أعرف وما أسلم عليه ويقول لي أنت ليش ما تسلم وأنا أصلا ما أشوفه. فحبيت أن أنقل لكم تجربة هاي العملية. بالبداية أنا أخذت لي تقريبا أكثر من 3 أشهر أنه أنا أبحث عن دكتور زين، وكذلك أبحث عن عملية مناسبة لعيوني، لأن أكو عدة عمليات كل وحدة ممكن أن تناسب عين شخص معين، هاي الطبيب يحددها، لكن أنا كنت أبحث عن أأمن عملية تكون للعين. فبعد البحث لقيت أنه عملية الليزك السطحي اللي تسمى البي ار كي هي أأمن عملية على سطح القرنية، بحيث ما بها أي تدخل جراحي للعين. وأكو كذلك بعض الطرق، لكن هي البي ار كي هي تقريبا السطحي أأمن شيء للعين. فبعد البحث انه انا لقيت دكتور زين بمحافظة البصرة، طبعا هذا مو اعلان ولا شيء نهائيا، لا انا دفعت فلوس كاملة للعملية وحتى العدسات شلتن بفلوس. فالمهم بس حبيت ان انقل التجربة واتكلم عن الدكتور، ما عندي فد مشكلة. حتى اذا صار اعلان مجاني ماكو مشكلة، لكن هو حتى انقل التجربة للناس اللي تحب ان تسوي عمليات. فانا بحثت عن دكتور، لقيت الدكتور سرمد عبد الامير الله يحفظه اللي تشوفون صورته امامكم، لقيته في البصره. فصراحه انا ما كنت اعرف هذا الرجل، بحثت عن الفيسبوك طلعوا الاعلانات، فلقيته انسان طيب وحباب وبعد الشباب وعنده خبره وروحه طيبه، فقلت خلي اجري يم العمليه والباقي يم رب العالمين. فالحمد لله والشكر بتسهيل من رب العالمين رحت اجريت الفحوصات الكامله اللي هي فحص القرنيه، وبعد ما أعرف شنو الفحص الثاني. طبعا الفحص القرنية والكشفية وكذا كلها كلفتني 110,000. بعدها أنطاني علاج قطرة، قال لي تخليها قبل العملية بيوم. فأنا سويت الفحوصات يوم الأربعاء وقالوا لي باكر عمليتك، فرجيت باكر تأجلت العملية إلى الخميس اللي بعده. والحمد لله رحت الخميس ورحنا إلى مستشفى المودة اللي موجود بالبصرة الأهلي، وهناك أجريت العملية. صراحة أنا ما داخل صالة عمليات نهائيا بحياتي، وهاي أول مرة بحياتي، ونهائيا ما شعرت بالخوف. يعني واحد لأول مرة يدخل عملية بس ما يشعر بخوف، كنت يعني متحمس للتخلص من النظارات، وأنه أشوف الحياة بجوها الطبيعي وبألوانها الطبيعية، لأن النظارات مرات تكبر أشياء وتصغر أشياء، مزعجة صراحة، خاصة لما تطلع بالمطر وانت تريد تشوف الحياة بس ما تقدر تنزحها، ما تشوف شيء، تلبسها يطيح عليها ماي وتتعب يعني. فكنت متحمس لتجربة التخلص من النظارات. ومن رحت انا ما كنت ادري انه هذا تصحيح نظر سطحي بدون قطع للقرنية، لكن اثناء العملية اكتشفت هذا الشيء والحمد لله. فدخلنا للعملية، اول ما قعدت سلمت عليه، اول ما فتح عيني بهذه قبل لا ندخل عفوا خلانا قطره بنج موضعي على العين اللي تكون عباره عن قطره. اول ما تقعد راح يفتح عينك بهاي ما اعرف شنو قراصه، ما اعرف، المهم هي تفتح العين بحيث انه تخليك انه ما ترمش بعد، لان اذا ترمش تخرب العمليه كلها. فيفتح عينك تبقى مفتوحه لمده تقريبا 3 دقائق، فيخلي عليها فد علاج معين ويظل يمسح على القرنيه بشيء معين بسيط، يعني يزيل الطبقة الخارجية الفوق، يزيلها عن القرنية، ويسلط هذا الليزر خلال 4 أو 5 ثواني تقريبا الليزر، وخلاص
يرجع يحط لك مبرد للعين ويسد عينك وها هي. فالعملية جدا كانت بسيطة وجدا سهلة. وحتى أول ما قعد حبينا نسولف، يعني هو يشتغل بعينه واحنا نسولف، فقال لي تحب اصورك لو ما تحب؟ قلت له انا يوتيوبر وسولفت له عن نفسي وكذا. هاي كلها انا اثناء العملية، ما اشوف الا انه خلصت العملية، وقال لي خلصنا بخير وسلامة والحمد لله. كان الدكتور جدا طيب وحباب، واسلوبه جميل وما يخوفك بالعمليه، بالعكس يطمنك، لان هي اصلا العمليه ما بها الم نهائيا، يعني نهائيا ما تحس بالالم. تشوف بعينك، تشوف شو يسوي الدكتور، بس انت ما تحس باي الم لان اكو بنج موضعي بعينك. بعد ما تطلع من العمليه نعطيك نظارات شمسيه سود حتى تحافظ على عينك. هاي النظاره لازم تبقى لابسها لمده اسبوع، الى ان يزيل العدسات اللي يخليها بعينك، عدسات طبيه حتى تعالج العين. تبقى لابسها هاي النظارات لحد ما تشيل العدسة، يعني أأمن إلك. تقدر أنت تشيلها ورا يومين ثلاثة، لكن النظارة حافظ عليها وحتى تحافظ على عيونك. تمام. فرجعنا للبيت. أول يوم صراحة بدل شوية الألم يجيني بالليل، لكن تاخذ مسكن آلام، هذا شو يسمونه البونستان، والثاني نسيت اسمه. تاخذه وتنام طبيعي وترتاح. تقعد ثاني يوم الصبح، صراحة أنا من قعدت ما شفت أي ألم. ثاني يوم الصبح ماكو ألم، ورحت للدكتور شاف عيوني، وبالعيادة كنت بدون نظارات أشوف طبيعي وأشوف الدنيا كلها واضحة. لكن بعد ما رجعت العصر وصار الدنيا ليل، بدت حرقة تزيد والدموع تزيد على عيوني. كذلك اليوم اللي بعده تقل هاي الحرقة والدموع تقل. فقط انه عليك انه تغمض عينك وتلبس النظارات وما تحس باي شيء بعد. فقط حرقة بسيطة ودموع بسيطة، تتعالج بمسكنات الآلام، ويعطيك هو قطرة كذلك. فأول يومين بعد العملية 3 أيام هنا راح تصير شوية هي هاي الحرقة. بعدها راح ينتهي كل هذا الألم، تنتهي كل هاي المعاناة. تشوف الحياة حلوة، تشوف كل شيء واضح، لكن مو ذاك الوضوح 100%، لأن أنت مسوي عملية تصحيح ليزك سطحي. ركز، سطحي بدون قطع بالقرنية. السطحي هذا يكون مدة التشافي والعلاج تكون أطول، يعني النظر خلال شهر إلى 3 أشهر إلا يصير 100%. لأن هذا الغشاء اللي قلنا بالبداية شاله قبل لا يسلط الليزر على العين، هذا من يشيله يحتاج إلى وقت حتى يرجع، وبعد ما يرجع خلال أسبوع تقريبا يلتئم حتى يصير ناعم وتصير الرؤية واضحة، يحتاج إلى 4 أسابيع إلى 3 أشهر. فهذا باختصار كان العملية. بعدها ورا أسبوع من تخلص من العملية تروح له يشيل العدسة اللي لبسك إياها أثناء العملية من تنتهي العدسة حتى تحافظ على علاج العين ومن كل شيء يعني. فتشيلها وينطيك علاج جديد تستمر عليه لمدة شهر أو 3 أشهر. فالحد الآن هسه أنا أشوف الحمد لله واضح، لكن أكو بعض الغواش البسيط اللي هو طبيعي يكون بعد العملية ب 12 يوم. أنا حاليا 12 يوم صار لي من سويتها، غواش بسيط، لكن أنا حاليا فرق السمع عن القاع. النظر تحسن عندي بنسبة 80%، بقت هاي 20% تدريجيا تتحسن خلال هذا الشهر إن شاء الله، باعتبار أنه هي ليزك سطحي. فكتجربة تسألني أنا، العملية نجحت بالنسبة لي، ناجحة 100%. أنت تقدر تروح لأي دكتور، تقدر تروح لنفس دكتور سرمد عبد الأمير اللي بالبصرة، تشوف يعني الفحص يمه وتشوف عيونك شنو تحتاج من نوعية العملية، هو اللي راح يحددها الدكتور لك، لأن هو يعرف سمك القرنية مالتك ضعيف قوي كذا، تصلب متصلب، هاي كلها هو الدكتور يحددها ويحدد نوع العملية. فالحمد لله والشكر. قد ما كنت أتوقعها بسيطة، شفت العملية أبسط صراحة، والحمد لله والشكر حاليا أشوف كل شيء واضح. قلت اكو خواش بسيط، هو هذا طبيعي، بس مرور الوقت خلال الشهر هذا راح ينتهي كل شيء ويثبت النظر ويصير 6/6. طبعا هاي العمليات مناسبة لكل شخص عمره من 18 فما فوق. إذا أنت جوال 18 سنة ما راح تقدر تسوي هاي العملية إلا عمرك فوق ال 18. يمكن أنا أشوف أنه أنت تنتظر إلى عمر 22 و 23 لحد ما يثبت النظر عندك وتروح تسوي العملية،
حتى لا تسوي عملية وانت بعمر 19 مثلا وبعدين هم يرجع لك نظرك ما ثابت. فانتظر، يمكن هيك، ما ادري. بعد الدكتور اذا شاف هذا الفيديو خليه يعلق على هذا الموضوع وينطي نصيحة بخصوصه. فالعملية جدا آمنة، خاصة انه هاي البي ار كي خلال 3 اشهر اذا رحت الدكتور ثاني يفحص عليك راح يقول لك انت ما مسوي عملية، ولان ينتهي اثر العملية نهائيا وتتعالج العين بشكل 100%، لان هي عملية ليزك سطحي ما بيها اي خدش ولا بيها اي شيء يؤذي العين. ويعني بعد 2-3 اذا واحد قوي على عينك ما راح تتأذى القرنية، لان هي رجعت الى طبيعتها، لان ما بيها اي قطع ولا بيها اي خدش. فالحمد لله نجحت هاي التجربة والأمنية تحققت إنه أتخلص من النظارات. لكن أنا النظارات راح تكون موجودة عندي وأغير عدساتها، أخلي ضد الأشعة من أقعد على الحاسبة حتى شوي أحافظ على عيني. وما راح أكسرها. الدكتور فاتح شعار أكسر نظارتك، أنا ما أكسرها، لأن النظارة صاحبة فضل علي 7 سنوات. أنا لو مو النظارة أنا ما راح أشوف أي شيء، فشلون أنكر فضلها. فالمهم هاي تجربتي. وصراحة أي شخص عمره فوق 22 24 25 26 اجري العملية إذا كان عندك نظر قوي، ولا تخاف إذا أنت تشوف إنه هذا الدكتور يناسبك. مو دكتور سرمد، أي دكتور أنت تشوفه يناسبك. فأنا شخصيا استمتعت بهاي التجربة، والحمد لله والشكر رب العالمين وفقني ونجحت هاي العملية، وجدا سعيد بعد ما اتخلصت من النظارات وشفنا الحياة. الحمد لله والشكر. هاي تجربتي العملية. ارجع واقول آمنة جدا. لا تخاف منها. اذا تخاف انت راح تسبب القلق لروحك، لان هي طبيعية اصلا. ورا ما تخلص تقول هي هاي كنت خايف منها انا وافكر بيها. مجرد يمكن 6 دقائق او 7 دقائق انا قمت دخلت وقمت خلال 7 دقائق. فالحمد لله والشكر على نجاحها. وشكرا كذلك للدكتور سرمد. البعض يسأل عن تكلفة العملية. أنا شخصيا عند دكتور سرمد قلت 110 الفحوصات، فحوص القرنية والكشفية، وبعد ما أدري أكو فحص ما أدري شنو نسيته، هذا اللي 110,000. بعدين تشتري علاج للعملية، وبعد العملية تستخدمه راح يكلفك بين 30 إلى 50 ألف حسب الصيدلية اللي تشتري من عندها. بعدها ورا اسبوع من العمليه تروح للدكتور سرمد. اذا جات الدكتور سرمد تروح يشيل لك العدسه، ياخذ 25,000 يشيل العدسه، وتشتري علاج ب 22,000 من الصيدليه اللي يمه. هذه تكلفه العمليه تقريبا 1,000,000 دينار كلفتني لحد الان. 1,000,000 دينار تقريبا، او اقل بشويه، 1,000,000 الا 25. هذه تكلفه العمليه اللي كلفتني. فشكرا لكل شخص تحمد لنا بالسلامة، وشكرا لكل إنسان تواصل ويانا وخابرنا وإجانا للبيت. وصراحة أنا ما أحب أكلف أي إنسان، فكلكم إن شاء الله واصلة سلامتكم إلي، وسلامكم العفو إلي. وبعد ما عندي شيء أسولف. أي سؤال عندك بخصوص هذا الموضوع أو تشوف أنه ما واضح عندك من خلال كلامي، راسلني على الانستغرام اللي راح تلقى حسابي بالوصف والتعليق المثبت، وأنا راح أجاوبك من عيوني الاثنين. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، شكرا لكل شخص وصل إلى نهاية هذا المقطع. تقبلوا تحياتي، أنا محمد العبودي، في أمان الله.